ايه اللي انا محتاج اعمله عشان ادعو الله للمناطق المجروحه في حياتي؟ اول حاجه انا محتاج اخضع، يعني بطل ترفيس، بقفش نفسي كتير ان انا اقول يا ويعيني عليا واللي حصل والشفقه على الذات، واتقبل ان ده جزء من قصتي، وانه القصه ما وقفتش لحد هنا. يعني الحاجه التانية ان انا محتاج انوح، يعني اشعر بالفقد، ادي مشاعري المساحه. اللي انا فقدته كان غالي، انا كنت محتاج ابويا وانت كنت محتاج ابوك، وكنت محتاج تستلم منه حاجات كتير، فاللي انت فقدته كبير مش حاجه قليله. كل جرح هو علم فينا. تالت حاجه ان انا محتاج اسيب ربنا يحبني. مرات كتير بستخدم ربنا، يعني الطريقه اللي احنا بنتعامل بيها مع ربنا احيانا بتبقى كده، ان انا طب انا فتحت نفسي، طب انا عيطت، طب ما حصلش حاجه، استنى شويه. يعني محتاج اخد وقت مع ربنا، محتاج اسال ربنا اسئله، محتاج اسال ربنا انت كنت عايز تعلمني ايه لما ده حصل؟ انت كنت عايز تعلمني ايه لما الشغل اللي انا مسنود عليه فجاه ما بقاش موجود؟ انت كنت عايز تعلمني ايه لما العلاقه اللي انا مسنود عليها دي ما بقتش موجوده؟ فاسيب ربنا يتبناني ويحبني ويلعب الدور اللي ابويا كان المفروض يلعبه معايا. الله اب وينفع ان هو يتبناني النهارده. تاريخ علاقه الرجل بالله هو قصه كيفيه دعوه الله له واخذه في رحله واعطاه اسمه الحقيقي.